النهارده بعنوان مطبخ ست البيت. ست البيت هي فوق دماغنا في كل حاجه، فجايين نعمل لها مطبخ شياكه. لما تيجي تعمل مطبخ لازم يبقى ايه؟ يونيك، لاكشري، اليت، يبقى حاجه فخمه جدا. المطبخ لما بيكون فخم بيكون انت متعوب عامل تصميم بوم، فلازم يكون شكله كده. من اهم الحاجات وانت بتستلم المطبخ بتاعك الرسم. تعالوا الاول نتكلم عن الرسم، بعد كده نتكلم عن الخامات، بعد كده نتكلم عن المفصلات. المطبخ بتاعنا تعالوا نشوف الاول كده وحده ديكوريه، ديكوريشنز فاز هنا، والحاجات دي كلها سوفت كلوز زي ما انتم شايفين كده اهي. تمام؟ شكل ديزاين كله سوفت، الهاند ريل او الهاند بتاعته مفتوحه كده اهي. تمام؟ تعالوا نشوف شكل ديزاين المطبخ، وتيجي نشوف هنا اليونت، الازاز او الجلاس بتاعي، القواطع بتاعت هاني ميكس مع الشفاط، مع شوف الشغل بتاعنا مع الليد لايتس مع الديزاين. طيب اهم حاجه من الحاجات اللي انت لازم تكون وانت بتصمم فيها تدرس الحركه والمساحه وكل حاجه. الحاجات دي لو ما خدتش بالك منها مش هتطلع جامده. تعالوا نبص برضه بصه هنا، شوف المطبخ بتاعنا اهو. احنا لسه بس في مرحله التسليم، فبس حبيت اوريكم. المطبخ لما بيكون كوريان لازم يكون الرخام يجمع بعض يا جماعه. الديزاين دي من ضمن العلاقات. الحته دي صعبه قوي تتنفذ. الزاويه ال 45 تقطيع ليفلز، تجانس الالوان مع بعض، انت مش عامل حاجه. كوارتز شغله بيكون عالي، فلازم تكون عامل بيه القصه دي. الميه برضو لما بنكون ايه حاطين الصبانه بتاعتنا وحاطين شغل الحاجه بتاعتنا اهو. كل قصه ليها موضوع. البرج ده تقسيمته لازم تكون علاقه كويسه، العلاقه الدارك مع بعض، بعد كده اليونت اللي فوق مع الفرنتونه مع الديكوريشنز، اللايتنج ديكوريشن، الحاجات دي مع السوفت كلوز بتاع الميكروويف. الحاجات دي لازم تكون محسوبه، لو ما حسبتهاش كل سنه وانت طيب انت مش هتلاقي النتائج بتاعتك مظبوطه معاك. مع الفولدر بتاعنا هنا اهو، كل حاجه ليها حسابات. طيب وانت بتيجي تاسس ال 45 او الزاويه لازم تعمل الايدج دي. تعال نبص يا هندسه كده، الضرفه دي بص ستوك ستور. الستوك ستور ده اللي يجي يقول لك بقى نعمل هاندريل ونعمل باسكت ونعمل الكلام ده بلح، مش تلاقي النتيجه مظبوطه. الستوك ستور ده اهو لازم تكون ظابط القصه بتاعتك وتقفل الشغل بتاعنا هنا اهو مع حبه علاقات الشغل اليونيك مع التقفيل بتاعنا، الزاويه 45، المقفل بتاعنا، الشغل بتاعك. العلاقه هنا الحته دي ميته. بص احنا عملنا ايه؟ استخدمناها باسكت يا جماعه. استخدمناها ايه؟ باسكت. تيجي تفتح هنا اهو الشغل بتاعها زي الفل، تظبط الشغل بتاعك. الحاجات دي علاقات، من دون العلاقات مش هتعرف تعمل اي حاجه. الخامه، تجانس، الوان، ديزاين، كونسبت، حسابات اضاءه، الحاجات دي حسابات نسبيه ما بتتعملش كده. مثلث الحركه ما بين الحوض، بوتاجاز، ثلاجه لازم تكون مدروس. يجي يقول لك البرج اصل جنب الفرن مش عارف ايه، الحاجات دي لازم تتهندل. بدون الهندله مش هتقدر تطلع الكونسبت بتاعتك. تعالى اوريك حاجه من الحاجات الصعبه برضه، كونتراست الالوان. تعالى نبص كونتراست الالوان ده ما بين ده وده الفرق مش كبير. ده اسطر وطريقه الدهان، وده خشب، فلازم يكون معاك اشراجي وفني واسطر، واختيارك انت للالوان تكون بوم، ما تبقاش حاجه كده ايه كوليشن كامل، ما تبقاش حاجه تعبانه. الثلاجه الجميله بتاعتنا الفردتين مع بعض دبل 125 اوشن، ففي كذا ستايلز يعني تخلي بالك من الحاجات دي كلها. المفصلات بقى، تعالى نتكلم عن المفصلات والباسكت والحاجات دي كلها. تعالى نشوف القصه دي يا سيدي الفاضل. المفصله هنا المجرى بتاعتها بنهتم بالمجرى، اللي يقول لك عليها بلوم واللي يقول لك عليها مش عارف ايه، اهم حاجه السوفت او السرعه بتاعتها في الفتح. الزاويه 45 بتاعتي دي برضه عشان بدل ما اعملها زاويه 45 بعملها باين واستغلها ستور، فبرضه حاجه محترمه. انت فاهم؟ نفس القصه الستور، هنشوف هنا نفس القصه. فالحاجات دي كلها بتتهندل، بدون الهندله دي مش هتلاقي النتائج دي مظبوطه معاك. خلي بالك من الحاجات دي بشكل عالي بشكل ممتاز، خلي بالك من القصه دي. معاك محمد تهامي، لو احتجت تصميم دريسنج اي حاجه هتلاقي الدنيا معانا احنا بس. السلام عليكم.